يا مساء الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ عملت النهارده بسكوت القمع بالزبدة. مش محتاج خبرة سنين ولا اي حاجة. سهل، جميل جدا، خفيف وسريع. كل اللي محتاجينه ان احنا نمشي على المقادير بالظبط، مش اكتر من كده. معايا هنا كيلو دقيق. الدقيق اللي انا استعملته فلورا، ممكن تستعملي اي دقيق تاني يكون مخصص للكحك والبسكوت او دقيق فاخر. معايا 600 جرام من الزبدة، ومعايا علبة اسنس برتقان. ده كيس بيكنج باودر 16 جرام، انا هاخد منه 10 جرام بس. ادي بالك لان البيكنج باودر بيخلي البسكوتة تفنش وتبقى شكلها مش لطيف. معايا 4 بيضات، ومعايا 400 جرام من السكر البودرة المطحون، ومعايا 200 ملي لبن. تمام. ومعايا طبعا فانيليا. اول حاجه هاخد المواد الجافه اللي هي الدقيق، هننزله كده لوحده. وهنحط عليه البيكنج باودر. زي ما قلت لك. ليه البسكوت بيتخن معاكي في الفرن وملامحه بتروح بسبب البيكنج باودر. ما تحطيش في ناس اصلا ما بتحطش اي ماده رافعه في البسكوت وبتستكفي بالبيض بس. ولكن احنا هنا حاطين 10 جرام من البيكنج باودر، ما تزوديش عن كده على الكيلو. ده مقادير للكيلو بسكوت. عندي 600 جرام زبده، بيكون بدرجة حرارة الغرفة، وفي نفس الوقت ما تبقاش سخنة يعني. تبقى عاطية ميل ان هي تبقى باردة شوية. تمام. همسكه اضربه كويس بالمضرب. لو انت ما عندكيش مضرب استعملي ايدك او مضرب يدوي عادي. واول ما الزبدة نضربها وتفك كده من بعضها، هنقوم نازلين بالسكر البودر. ودي اصعب خطوة في خطوة البسكوت، بعد كده اللي جاي كله سهل. هنضرب كويس لحد القوام ما يبقى هاش مرتفع فاتح زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. هنفضل نضرب نضرب لحد القوام ما يبقى فاتح ويتضاعف زي ما انتوا شايفين. يبقى في ايدك اسباتيولا كده او اي معلقه سيليكون عشان تلمي الاجناب. هنيجي لمرحله البيض، تنزلي بيضه بيضه، كل ما بيضه تختفي تنزلي باللي بعدها. ما تنزليش بالبيض كله مره واحده، هننزل بيضه بيضه، لان ده اللي بيخلي البسكوت يتكسر منك. وطبعا لازم البيض يبقى بدرجه حراره الغرفه برضه. هننزل ب 8 جرام من الفانيليا السايبه، ولو السايله. ولو انت ما عندكيش فانيليا سايله، تقدري تنزلي ب2 باكو من الفانيليا، لان تقريبا الباكو الواحد بيبقى 4 جرام، وفي باكو بيبقى جرام. ادي بالك من النقطه دي. هننزل بعد كده باسنس البرتقان، اللي هو تقريبا ده 5 جرام او 3 جرام مش عارفه، بس هي العبوه الصغيره دي بس اللي هننزل بيها. بعد كده هننزل باللبن برضو، سرسوب سرسوب صغير كده، واحدة واحدة. ما تنزليش باللبن كله مرة واحدة، حبة بحبة، كل حبة بحبة يختفوا ننزل باللي بعدهم. كده خلاص. احنا تقريبا خلصنا كل حاجة صعبة في الموضوع، ما عادش اي حاجة صعبة بعد كده. هنبدأ ننزل بالدقيق برضو واحدة واحدة، ونقلب وننزل بالدقيق واحدة واحدة، وما تبالغيش قوي في التقليب. يعني يا دوبك كده ان احنا عايزين نخلي الدقيق يندمج بالزبدة مش اكتر. كده تمام. نزلت بكل الدقيق، ولاحظوا هنا ان انا استعملت ايدي. كده العجينة خلصت زي ما انتوا شايفين، بقت معانا بالمنظر ده. وعايزين هو ده القمع اللي انا استعملته. تقدروا تستعملوا القمع بتاع بلح الشام، ولكن انا حبيت بصراحة القمع دوت. ده كيس الحلواني. ما انصحكوش ابدا ان انتوا تستعملوا كيس حلواني سيليكون، لان هيبهدلكم بصراحة وهيزحلق منكم وهيبهدل الدنيا. ده اللي هو القمع اللي هو الكتان، تقريبا بيسموه كتان، ولكن هو ده القمع المظبوط. وهو ده كيس الحلواني المظبوط اللي احنا، قصدي الكيس الحلواني تقريبا اسمه كيس حلواني كتان تقريبا. شايفين العجينة هشة وطرية، وبتخرج من القمع بسهولة كده وسلاسة، من غير أي مجهود. يا دوبك كده ضغطة خفيفة على الكيس هيخرج معاكي. شكله طبعا جميل زي بتاع المحلات بالظبط زي ما انتوا شايفين، وكمان طعمه جميل قوي. انا استعملت زبده فرن الفرن اللي انت عايزاه استعمليه في الزبده. ممكن تستعملي خليط بين الزبده والسمنه، ولكن بالذات يعني بسكوت القمع بالذات بيبقى احلى بالزبده. زي ما انت شايفه، من غير اي مجهود البسكوته بتخرج من القمع بسلاسه. يعني من غير ما اضغط، من غير مجهود، من غير ما ايدي توجعني. لازم العجينة تبقى سايحة كده، وما تقدريش ان انت تمسكيها بايدك علشان تخرج معاكي بالمنظر ده. لكن لو العجينة ماسكة هتتعبك جدا، وهتوجع صوابع ايديكي وانت بتشكليها بالمنظر ده. طبعا شايفين السهولة في تشكيل البسكوت. هنا قربت لكم الكاميرا شوية يا بنات. ما تنسوش اللايك والاشتراك والشير عشان يوصل لكم كل جديد.
شايفين كأنه كريم شانتيه، ده مش بسكوت، دي عجينة كريم شانتيه بتخرج بمنتهى السهولة والسلاسة من القمع. ما تنسوش تحطوا لايك يا بنات. شايف منظره؟ طبعا السوية ما اتكلمتش عنه، ولكن السوية بنحطه الاول على درجة حرارة عالية وبعد كده بنهدي درجة الحرارة، ما بنهدهاش قوي، بتبقى وسط. شايفين البسكوت سمكه حلو وماهوش تخين وماهوش رفيع، البسكوتة ماسكة نفسها، كل البسكوت لون واحد جميل جدا، ريحته طبعا كانت قلبة الدنيا. شايفين ظهر البسكوتة؟ ما تنسوش تحطوا لايك. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يعود عليكم الأيام بالخير. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.